أنهى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الجدل حول تفعيل شراء عقد الدولي المغربي سفيان أمرابط من نادي فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولعب النجم المغربي مع الشياطين الحمر الموسم الكروي الماضي بنظام الإعارة، وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاغ، وذلك على حساب الجار والغريم التقليدي مانشستر سيتي، ما ساهم في تجديد عقد المدرب هاغ. وكشفت تقارير صحفية إيطالية متخصصة في انتقالات اللاعبين ونجوم الكالتشيو الإيطالي تفاصيل مهمة ودقيقة حول مصير النجم المغربي المثير للجدل خلال الأيام الماضية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن نادي مانشستر يونايتد أبلغ مسؤولي نادي فيورنتينا الإيطالي عدم تفعيل شرط خيار شراء عقد الدولي أمرابط من الفيولا مقابل 20 مليون أورو خلال الميركاتو الصيفي الحالي. كما أوضح المصدر نفسه أن إدارة نادي اليونايتد تظل مهتمة بخدمات الدولي المغربي، لكنها مستعدة لمناقشة العقد بشروط وصيغ مختلفة عما تم الاتفاق عليه في وقت سابق عند انضمام أمرابط بنظام الإعارة، لا سيما أمام إصرار المدرب الهولندي تين هاغ على الاحتفاظ به، إلا أن اهتمام أندية أوروبية أخرى بالنجم المغربي قد يغير من مجرى المفاوضات، كما قد يخلط كل الأوراق ويبدل مسار اللاعب نحو وجهة أخرى. ويبدو أن إدارة الشياطين الحمر قد اتخذت قرارها بعدم تفعيل خيار شراء عقد أمرابط بالنظر إلى ما تبقى من المدة التعاقدية بين اللاعب المغربي وناديه الإيطالي، والتي تنتهي صيف 2025. كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي قد يرون أن دفع مبلغ 20 مليون أورو في عقد لاعب ينتهي بعد عام واحد فقط مجازفة حقيقية وأمرا مبالغا فيه. ويرتقب أن تكشف الساعات القليلة المقبلة ما إذا كان مانشستر يونايتد سيخضع لإلحاح مدربه الهولندي بالاحتفاظ باللاعب المغربي من خلال التوصل لاتفاق مع فيورنتينا حول شراء عقد أمرابط بقيمة مالية أقل، أم تركه يرحل سواء بالعودة إلى الفيولا أو اللعب لناد آخر سواء في الدوري الإنجليزي أو غيره، بحكم رغبة عدد من الأندية في ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية. هذا وقد خاض أمرابط 30 مباراة رفقة اليونايتد ضمن جميع المسابقات خلال الموسم الكروي الماضي من دون تسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة، وقضى إجازته الصيفية بالمغرب متنقلا عبر مجموعة من المدن ما بين مراكش وطنجة، وذلك قبل الحسم في مستقبله الكروي.